السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في النقطة الثانية اللي هي داعية أو راقي أو شخص ملتزم مشى لواحد القرية كضيف وحضر في واحد اللقاء. هذاك اللقاء في هذيك القرية استضافوا الناس شي عقيقة ولا شي حاجة، المهم حضر داك الدور. الناس كلهم كيهضروا بالشلحة، كيهضروا بالتشلحيد. هو باغي يلقي الكلمة مزيان، الناس نصحهم وتوعظهم في الدين ويتعلموا أمور دينية، هذا أمر جميل جدا. هو يتحدث بالفصحى، ما كيفهموهاش. حنا كبرنا في الجبل، ولاد الجبل ولاد القرى الجبلية، حنا كنعرفوا روسنا ملي كنا صغار قبل ما نتخلطوا مع الناس. كنعرفوا شي كلمات الدارجة فقط، كنهضروا الشلحة فقط، ما كنهضروش شي حاجة أخرى، فهمتي؟ هذوك الرجال الكبار فعلا فيهم اللي كيعرف الدارجة، وغالبيتهم كيهضر بالدارجة، حيت السوق ديك اللغة ديك الدارجة ماشي الفصحى كتجمعنا حنا المغاربة كاملين. واحد الأسلوب ديال التواصل، فين ما مشيتي في المغرب كتواصل مع الناس مرتاح، وهذا هو أصل في الحياة. أنني الإنسان ملي كنهضر معاه كيفهمني وكنفهمو، هذا هو الأصل. لغتك اعتز بها كيف ما بغات تكون. الأصل أن الدارجة كيفهموها الناس. هو ملي لقى الموعظة على الأقل يلقيها بالدارجة اللي كيفهموها الناس، وكيهضر بالفصحى القاصحة. ديك الفصحى ديك الكتب فيها الكلمات خصك تمشي تشرحهم. ناض واحد، رغم أن الشخص هذا الداعية وهذا الأخ هذا اللي لقى الكلمة هو إنسان أمازيغي الشلح تقريبا من نفس المنطقة، قال لي واحد: يا أخي تحدث بالدارجة والأمازيغية وفيما معناه، يعني من المفروض أنه يقبل النصيحة. قال للناس، قال لهم: واش نتوما كتفهموا النشرة الإخبارية اللي هي بالفصحى؟ قال له: كنفهموها. واش غادي يقول لي لا؟ ما نقولوش ليه لا، بالله عليك كيفهموا. حنا راه كنريحوا معاهم، خصك تشرح ليه اش كيقولوا. كتريح مع الوالده ديالك ولا راه خصك تشرح ليه، ما كيفهموش. شوف الانسان كيفاش دافع على راسه. بالله عليك انت من واحد القريه عارف الناس ما كيفهموش، عارف الناس ما كيفهموش الفصحى، وتقول لهم راه حكا كتفهموا، باش ديرها كوسيله للدفع عن نفسك. وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه. هضر مع الناس باللسان ديالهم. وانت تجيد الامازيغيه، تكلم مع الناس بالامازيغيه. اين المشكل؟ كما ان الله المستعان. السلام عليكم.